فاز من يستحق بكل تأكيد. الأهلي كان أحسن، الأهلي أفضل، الأهلي فنيا أصلا أفضل، الأهلي سكواد أفضل، الأهلي مدرب أحسن، الأهلي استقرار أكتر، الأهلي معاه القوة الشرائية أعلى. الأهلي المنطق يقول إن الأهلي يكسب الماتش ده زي ما كسب الماتش اللي فات بتاع الدوري بتاع 2-1. التخوف بتاع الاهلي بس ان الروح بتاعه الزمالك اللي هو اصلا كانت مفاجاه انه عدى بيراميدز، وانه كان رايح بمدرب مؤقت قبلها بثلاث ايام وبيلعب اقوى فرقه في افريقيا وبيكسبها ضربات جزاء، فكانوا خايفين ان الروح دي تفضل تمتد، خصوصا ان الاهلي كان متعثر قبلها ماتشين في الدوري ومن اول موسم ماشي على سطر وبيسيب سطر يعني. ولكن المنطق لو جيت في اول موسم تقول لي الاهلي والزمالك هيلعبوا نهائي سوبر مين هيكسب، اقول لك بكل تاكيد بكل تاكيد الاهلي. يعني بان حتى الفروق الفنيه في الملعب، بان ان الكواليتي، اللعيب اللي بيخلص لك، اللعيب اللي بيعمل لك اسيست للعيب تاني كواليتي عاليه جدا زي بن شرقي، فيستلم الكرة ويشوط يحط جون ويخلصنا ويخلص الماتش ويجي كرة تانية. الاهلي طول الشوط التاني بيحاول يمسك كرة ويحافظ لا، طاهر فضل ماشي بالكرة، عملها عرضية كده داخل مروان خلصها. ده الفرق، الاهلي عنده لعيبة بتخلص. الزمالك ما كانش وحش بكل تأكيد، ما كانش وحش، والمعطيات تقول ان هو كان هيبقى اوحش، كانت ممكن النتيجة تبقى اكبر، ولكن ده فرق امكانيات. هو ده المنطق، هو ده العدل في المنطق، العدل في ان انا بعيدا بقى عن كل الظروف اللي قبل كده ونقدر نلغي فيها ل 20 فيديو قدام، ولكن لما تيجي تحط على الترابيزه النهارده فرقه الاهلي قدام فرقه الزمالك، فبكل تاكيد الاهلي افضل ويستحق. خلال المباراه الاهلي كان احسن، الزمالك حاول الشوط الثاني جاب جون واتلغى جون، طبعا جت في ايد سيف الجزيري يعني، ولكن افتراضا ان الجون ده اتحسب كان ممكن يحصل حماسه والزمالك يحاول يرجع يعني. ولكن هي دي تفاصيل الكوره بقى، ان جون يتلغي او جون يتحسب وكده، بس طبعا الجون هاندبول يعني. الزمالك ريح الاهلي انه ما انه كسب له بيراميدز وراح له نهائي. الاهلي عشان داخل قلقان وداخل حاسس ان الماتش 50-50 فكسبه، على عكس مثلا من سنتين السوبر الافريقي كان الاهلي داخل بعنجهيه شديده. كانت نفس الظروف تقريبا، ان الاهلي فرقه اجمد ومعاه مدرب، جايبين صفقات جديده ومعاهم مدرب جامد ومستقرين وبتاع، فكانوا عارفين طبعا التصريحات اللي قالت قبليها، فنزلوا بعنجهيه شديده وجابوا جون حتى الشوط الاول، فالزمالك تعادل ورجع ضربات جزاء. لكن الاهلي عشان ادى الماتش حقه، كان محتاج البطوله دي، كان حاسم الماتش 50-50، فببساطه شديده قدر يكسب الماتش.